وازيكم يا شباب، يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة. طيب كيبورد النهاردة هو يعتبر كيبورد ايفون للاندرويد، يعني تمام زي ما انت شايف الفونتس قدامك روعة. تمام. كل اللي انت محتاجه اللي انت هتقلب الايموجي بتاعتك لايموجي ايفون، وبكده هتقلب معاك الايفون عادي، او تركب له سمات ايفون. طيب مبدئيا الكيبورد هينفع تثبته على اي اندرويد. الكيبورد يعني حاجة روعة، خفيف جدا وسلس جدا. طب هيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. تمام. الزرار اللي عندك بقى فعل انت واعمل اللي انت عايزه بقى براحتك، التفعيل وكده كده سهل. دي السيتنج العادية. تمام. وهنا الاستيمات، وهنا بتاع ده هنا الاعدادات برضو يعني شكلها عادي جدا، سراب عادية. وهنا التفعيل برضو. طيب نروح للواتس كده ثواني. ثواني همسح كده بس الشات، بس همسحه عشان كنت بعمل بس حاجة. طيب ده شكل الكيب معاك. الكيب ده السيم رقم 6. تمام. السيم ده جامد. شايف انت الفونتس قدامك عاملة ازاي؟ يعني من غير ما انا اقولك الخط قدامك باين. تمام. طيب الفونتس روعة، بس بعتذر لو صوتي مش تمام، بس انا مش قادر. تمام. دي انا السمات عندك انت بقى اكتشف براحتك. ده اول سيم هيطلع معاك، ده السيم بتاع الايفون. طيب الكيبورد بتاعي اللي هو اصدار الكيب بتاعنا يعني قريب ان شاء الله هينزل. الكيب بتاعي هينزل قريب، الاصدار 11 هيبقى 20 زخرفة وحاجة كده خفيفة برضه وروعة. دي الزخرفة الانجليزي